لون حياتك يعني ايه؟ يعني ما تعتمدش بس على التخصص او الحاجه اللي انت اتعلمتها او بتعملها في حياتك، بس دايما خلي في حاجات تانية انت بتعملها في حياتك. يعني مثلا انا دكتور، ما ينفعش افضل طول حياتي بذاكر بس طب بس، ما بتكلمش غير في الطب بس. حياتك هتبقى لون واحد بس، ودي حاجه مزعجه ليك انت كشخص. لو في يوم من الايام حصل لك مشكله في شغلك لسبب ما، واللي في طب هيبقى عارف ده كويس جدا، ان احنا بتيجي علينا ايام في بعض الكيسز بيحصل فيها كومبليكيشنز، انت بتروح متضايق مكتئب شايف الدنيا سودة. ليه؟ لان الطب هو كل حياتك، هو الطب بياخد جزء كبير جدا من حياتك، ودي حاجه احنا في يوم من الايام وافقنا عليها من غير ما ناخد بالنا. في اول يوم، في اول ترم، في اول مره اخدنا فيها قرار ان احنا نبقى دكاتره، انت وافقت على ان في جزء من حياتك هيبقى متاخد في الطب. وانا هنا مش ببالغ، هو فعلا الطب بياخد جزء من حياتك زي النوم كده ما بياخد جزء من حياتك، الطب بياخد جزء من حياتك. ولكن من مميزات الطب ايه؟ انك بتبقى عامل زي الذهب، كل ما بتكبر كل ما قيمتك بتزيد. ولكن مش موضوعنا الفكره، بس انك تبقى ملون حياتك. بتلون حياتك ازاي؟ انك تبقى بتعمل حاجات تانية غير الطب، بتلعب رياضه، بتقرا في مجالات بره الطب تماما، ودي حاجه قليل جدا من الدكاتره اللي بيعملوها. بتتعرف على ناس مختلفه مش شبهك عشان تشوف الدنيا بمنظور الناس التانية، ما تبقاش بس متحجم او حابس نفسك في انه لا ده انا دكتور، لا ده انا اي وقت معايا هبقى بذاكر طب. هو ده حلو، هو ده حلو، هيخليك شاطر، بس هيخلي حياتك ممله. فدايما اسعى انك تلون حياتك. عارف انت لما عندك صينيه اكل او قاعد بتاكل على السفره وعندك كذا صنف محطوطين قدامك كده، او لا بلاش كذا صنف، صنف واحد بس، وفي طبق سلطه وطبق طحينه مثلا. عارف انت التلوين بتاع السفره ده قد ايه بيخلي طعم الاكل حلو، حتى لو المين ديش او الاكله الاساسيه بسيطه، بس انت بتلون حياتك بحاجات تانية، باكتيفيتيز تانية، مش بس طب، مش بس التخصص اللي انت بتدرسه.